السلام عليكم ورحمة الله. متابعي الكرام، حياكم الله أينما كنتم، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات قناة القصص والحكايات. قصة اليوم هي في الحقيقة قصة مليئة بالعبر ومليئة بالدروس. في البداية كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في أتم الصحة والعافية يا رب، ونمشيو لأطوار وتفاصيل هذه القصة واللي غتاخدنا لأواخر التسعينات، وبالضبط في مدينة الدار البيضاء. كانت واحد السيدة الاسم ديالها مدام أمينة. هاد السيدة هذه كانت محتاجه لواحد الخادمه، مشات لعند واحد السمسار وطلباتو يوفر لها هاد الخادمه وفق واحد المجموعه من الشروط، واهم شرط هو تكون صغيره في السن. استطاع هاد السمسار يوفر لها واحد البنيته العمر ديالها 10 ديال السنوات، جابها لها هي والاب ديالها حتى للدار، وقال لها هذه هي الخادمه اللي سميتها عائشه وهذا هو الاب ديالها مبارك. بعد ما خلاهم ومشى في حالته السمسار، بدات هذيك السيده امينه في التفاوض مع الاب على الثمن وعلى مجموعه من الامور، ولكن الاب مبارك كان كيركز فقط على الجانب المادي. قال لها غتعطيني الراتب الشهري ديال بنتي، ولكن جمعيه ليا في سنه كامله باش ما نبقاش كنمشي ونجي، لاننا كنسكنوا بعاد على الدار البيضاء. رحبت السيده امينه بهذا الاقتراح وعطات ليه الدفعات المسبقه ديال سنه كامله، وخلى الابنه ديالو تما وغادر المكان. لما بقات السيده امينه مع هاد عائشه، هاد الطفله عائشه اللي العمر ديالها كيف ما قلنا ما كيفوتش 10 ديال السنوات، بدات كتقرا عليها القوانين وكتقرا عليها البنود. قالت لها سمعي نقول لك القانون الداخلي ديال الخدمه كيف داير، من اليوم تعيطي ليا لالا، وتعيطي للزوج ديالي انوار تعيطي ليه سيدي، وملي نكون كنتكلم معاك يكونوا عينيك في الارض، ما نبغيكش تردي الهضره عليا. بالنسبه للشغال كيبدا من الصباح حتى الليل. النعاس كاين في الكوزينه، غتاخدي هذاك اللحاف اللي كتشوفيه راه هو تحت الدروج وغتجيبيه للكوزينه، بعد ما تنقي الكوزينه وتنقي الدار كامله فرشيه ونعسيه، وفي الصباح قبل ما نفيقوا جمعي داك الشيء كامل ورجعيه لبلاصتو. وقالت لها اياك نفيق شي نهار من النعاس ونلقاك مازال ناعسه. المهم استمرت مدام امينه في التحذيرات ديالها وفي التوجيهات، حتى ان عائشه وسط هاد التوجيهات كانت كتسها وكيمشي بها الذهن ديالها لدارهم ولخوتها اللي الله فرقاتهم، كتشوف راسها خرجت من واحد العالم وتوضعت في واحد العالم اخر، واستسلمت الامر الواقع وقالت لها ما يكون غير خاطرك لالا. بدا المسلسل ديال التعب وديال الشقاء وديال المعاناه. واحد النهار عائشه كانت خدمت بزاف وعيات لدرجه ان لما نعست في الليل في الصباح ما قدراش تفيق بكري، حتى فيقاتها واحد الضربه ديال السيده امينه، ضرباتها وعاودتها، وكانت هاد الضربه هذه رساله. المضمون ديالها ما تعاوديش ديري بحال هاد الاخطاء. كانت السيده امينه واحد الانسانه متسلطه، كانت كتعاقبها لابسط الاخطاء وكتعاقبها بابشع طرق العقاب، كواتها، ضرباتها، بيتتها بالجوع، كبات عليها الماء بارد. عائشه رغم هذا التعذيب ورغم هذه المعاناه كان عندها واحد الامل واحد هو اللي كيخليها تستمر. شنو هو هذا الامل؟ هو انها غادي يجيب بها في نهايه السنه وغتشوفوا وغتشم ريحه خوتها من خلاله. مرات الايام والايام حتى لواحد النهار عائشه كانت في الكوزينه وسمعات مدام امينه كتكلم مع الزوج ديالها انوار، كتقول ليه غدا غادي يجي الاب ديال عائشه، غدا غادي نعطيوه المجموع ديال السنه الثانيه. وفرحت بزاف عائشه لدرجه انها ما نعساتش هذيك الليله وبيتها كتسنى امتى يطلع النهار باش تشوف باها. طلع النهار فعلا، واحد شويه سمعت الدقان في الباب، ولكن ما خرجتش عائشه، خرجت السيده امينه. شكون اللي كان كيدق في الباب؟ اللي كان بطبيعه الحال هو السي مبارك. السي مبارك دق في الباب وقالت ليه السيده امينه بنتك راهي بخير وعلى خير، والامانه ديالك ها هي موجوده، وشكرا وبسلام عليك. ومشى في حالته الاب، وهنا بدات سنه اخرى ديال العذاب وديال الانتظار. تخيلوا معايا طفله يلاه وصلت ل 11 سنه في العمر ديالها، والاب ديالها جاء بعد سنه وخدا الفلوس ومشى في حالته. كان الهم ديالو الوحيد هو المال، اما الجانب العاطفي والإنساني مقتول وميت عند هذا السيد هذا. بدات عائشة كتأقلم مع القسوة ديال هذه الحياة هذه، ولكن داخل هذه المدة اللي دازت كاملة عرفت مجموعة ديال الحقائق. لاحظت بأن السيدة أمينة واحد الإنسانة فاسدة مفسدة، كتجي للدار ديالها حتى لآخر ساعات الليل، وماشي غير هذا الشيء فقط، ولكن كانت كتجي في حالة سكر. فهمت باللي السيدة أمينة إنسانة متسلطة حتى على الزوج ديالها، ما كيقدرش يناقش معها القضايا كيف ما بغات تكون. هنا بدات عائشه كتأقلم 4 سنوات عائشه ما شافتش خوتها وما شافتش حتى الاب ديالها. كل سنه كيجي الاب كياخذ المقابل ديالو وكيمشي في حالاته. الطامه الكبرى هي ان السيده امينه غادي تزادوا ليها 2 ديال الوليدات، وهنا غادي تزاد العذاب عند عائشه. علاش؟ لان ما حيرتها دابا للشقه ديال الدار، ما حيرتها حتى لتربيه الابناء الصغار.
دازت سيدنا 5 سنين على تواجدها داخل هذا البيت هذا. كبرات عيشة وصبح العمر ديالها 15 سنة. 15 سنة كافية باش تبان عليها واحد المجموعة من التغيرات اللي كترتبط بالنضج بطبيعة الحال، بالإضافة للجمال ديالها كانت كافية باش يهتم بها الزوج ديال السيدة أمينة، اللي تار انتباهها هذا التغير وبدات كتراقب الزوج ديالها ولاحظت أنه كيهتم بها اهتمام إضافي، وبدات كتشك فيه حتى واحد النهار قالت ليه أنا اليوم ما غاديش نجي للدار في الليل، وتعمدات تخليه هو وياها في الدار باش تختبرهم. السي انوار عجبته الفكره ورحب بها بشكل كبير. في ذاك العشيه بدا كيدير الترتيبات الاوليه ديالو كيفاش غادي ينقض على هذيك الفارسه واللي هي عيشه. خرج السي انوار لواحد المطعم وجاب العشاء وقال لها عيشه اليوم غادي ترتاحي وما غاديش ديري تماره، وكانت هذه هي المقدمه الاولى اللي غادي يدخل من خلالها الموضوع اللي كيسعى يوصل ليه. ولكن ولحسن الحظ عيشه غادي تدخل الزوجه ديالو في بدايه هذه الجلسه هذه، وهنا لقات الزوج ديالها مستعد انه غادي يوقع تلبس ديال خيانه زوجيه، وصرخات في وجه الزوج ديالها بواحد الشكل كبير وطردات عيشه من المنزل. طرداتها في نص الليل، وفين غتمشي هذه البنت وما عندها حتى شي واحد في الدار البيضاء، شنو غادي دير؟ تفرض عليها هذا الطرد هذا وخرجت من الدار ديال المشغله ديالها وباتت تحت الدروج ديال العماره كتنتظر يطلع النهار. مع الفجر بالضبط خرجت عيشه من الباب ديال العماره واتجهت نحو المجهول. فين غادي عيشه الله اعلم. المهم الوجهه اللي خداتها داتها طريق برشيد سطات وبقات غاديه في الطريق، ما عرفاش راسها فين غاديه. لقات راسها في واحد الدوار قريبه لواحد الكوخ، وجالس في الباب ديالو واحد الراجل كيبان عليه الوقار. بقات كتقرب حتى وصلت لعنده. ناض لعند هذاك السيد وقال لها فين غاديه يا بنتي في هذا الوقت وفي هذا الاتجاه؟ واش ما خفتيش يأذيك شي واحد؟ شكون انتيا؟ اش وقع لك؟ جاوبته عيشه، جاوبته في الاول بالصمت ومن وراه بداو الدموع. طمأنها وجاب ليها واحد الكرسي وقال لها عاودي ليا انا كنسمع ليك، خذي راحتك وما عندك مناش تخافي. بدات عيشه كتعاود ليه من الاول حتى الاخر، بدا كيسمع ليها حتى سالات وتاثر بزاف بالقصه ديالها وصدقها وعرف باللي هاد البنت كتتكلم بالفطره ديالها. رحب بها وقال لها خذي هاد البلاصه ديالي جلسي فيها، وقال لها ارتاحي مع راسك ومن بعد يكون خير ان شاء الله. بقات عيشه بوحدها وكتخمم ورجعات هذيك 5 سنوات كلها الذاكره ديالها، وفي نفس الوقت كتفكر في شنو غادي يجي من بعد. بقات هكا كتفكر في الماضي والمستقبل حتى داها النعاس. نعسات عيشه، شبعات نعاس. واحد شويه غادي يجي هذاك السيد وغادي يفيقها بواحد اللطف. كان جاب في يديه واحد القفه قال لها صايب لينا الغدا، وكانت عيشه ماهره في الطبخ وصايبات ليه واحد الغدا ممتاز وتغداو بجوج حتى شبعوا، خصوصا هي اللي مده طويله ما شبعات. غادي يخرج هذاك السيد اللي الاسم ديالو عبد الله، خرج يقابل الشغل ديالو يعني الرعي، وهي بقات في المنزل ذاك الكوخ الصغير. بقات تما حتى جا الليل، ولما جا وقت النعاس بعد ما تعشى قال لها انت نعسي تما في بلاصتي وانا غادي نعس برا، وغدا في الصباح ان شاء الله يكون خير. وبقى كيتعامل معها هذا السي عبد الله تعامل حسن لمده ديال 3 ايام. عمرو ما قال لها فين باغا تمشي ولا شنو باغا ديري ولا ما حرجهاش. حتى اليوم الثالث انا غادي يتكلم معها بواحد الوضوح، قال لها انا ما كرهتش تبقاي هنا، راه ما عنديش مشكل، ولكن كي شفتي الناس راه كيهضروا بزاف وما يمكنش تبقاي معايا هنا. داكشي علاش ما كرهتش تعطيني المعلومات ديال باك فين كاين وانا غادي نتواصل معاه ونجيبو عندك حتى لهنايا. جاوبته عيشه وقالت لي انا فاهمه الوضع بلا ما تحرج راسك، الله يجازيك بخير، درتي فيها غير الخير، انا غادي نمشي غدا الصباح ان شاء الله. قال لها لا ما عندك فين تمشي والدنيا خايبه، انا غادي نتكلف بك حتى نوصلك لواحد المكان امن، نتواصل مع الاب ديالك وغادي يجي عندك حتى لهنا وان شاء الله يكون الخير. وفعلا داكشي اللي كان، عطات ليه المعلومات ديال الاب ديالها وبطريقته الخاصه هو استطاع يتواصل معه، رسل ليه رساله وانتظر واحد الاسبوع تقريبا حتى جا الاب ديالها السي مبارك، ورحب به السي عبد الله واحد الترحيب كبير وتعامل معه تعامل مزيان بزاف. شرح السي عبد الله الوضعيه ديال بنته، شرحها ليه مزيان وفهم باللي الابنه ديالو كانت في واحد الوضع اللي هو مزري وكان صعيب بزاف، وفي اليوم الموالي بغى يمشي في حالته. قال لبنته قال لها بنتي غادي نمشيو في حالنا. في هذه الوقيته هذه كان السي عبد الله كيرعى الابقار ديالو. عائشه قالت للاب ديالها ما عندي فين نمشي معاك، واش باغي ترجعني لذاك الدوار وتزوجني بشي واحد لا خدمه لا ردمه، ولا ترسلني عند شي عائله اخرى يتكرفسوا عليا كيف ما دارت ليا السيده امينه اللي كنت عندها؟ انا ما غاديش نمشي معاك. عندك 2 اختيارات الوالد، اما تخليني نخدم مع هذا السيد هنا في الدار هذه ولا تزوجني به.
قال لها واش عارفه شنو كتقولي؟ قالت لي انا عارفه شنو كنقول. هاد السيد دوز مع هاد المده كامله وتعامل معايا واحد الاحترام كبير. شويه دخل السي عبد الله ولقاهم يتناقشوا في هذا الموضوع هذا وسكتوا. الاب خدا المبادره وقال ليه السي عبد الله ما كاين ما يتخبى، البنت ديالي وحيت تعاملتي معها مزيان راها قابله تكون الزوجه ديالك على سنه الله ورسوله الا كنت انت موافق. السي عبد الله جاتو هاد الهضره بحال الصدمه، وبالزربه غادي يستحضر الزوجه ديالو اللي عاش معها 30 سنه، عاش معها السعاده واخا ما كانش عندهم الوليدات. جاتو صعيبه، ولكن مع طال النقاش بيناتهم وحصل التوافق وقبل السي عبد الله يكون الزوج ديال عيشه رغم فارق السن. بعد ما اتفق السي عبد الله والسي مبارك على موضوع الزواج، قدم ليه المهر ديالها او الصداق اللي هو عباره عن 3 ديال البقرات، عطاهم للنسيب ديالو. كيف ما كنعرفوا السي مبارك كان واحد الانسان طماع ولا كيفكر يسافر في ديك اللحظه يمشي في حالاته، حتى قال ليه السي عبد الله علاش انت مزروب على السفر، بقى حتى الغدا في الصباح وسير. قال لي انا بغيت نمشي غير باش نبيع هاد البقرات وناخذ الفلوس ديالهم. قال لي وشحال باغي تبيعهم؟ قال لي بغيت نبيعهم بقدا وقدا. السي عبد الله عطاه المقابل ديالهم في ذاك اللحظه، قال لي هكا المقابل ديالهم. وتزوج السي عبد الله بهاد الشابه اللي هي عائشه، وغادي يعيشوا واحد السنوات اللي هي مليئه بالسعاده وبالراحه والطمانينه، لان الزواج كانت فيه محبه مؤسسه على واحد العلاقه طيبه وشريفه. وكان فارق السن ما حاضرش نهائيا، لان عائشه لقات فيه الامان، هو لقى فيها المحبه، لكن الحياه دائما فيها عراقيل وفيها صعوبات. العائله ديال السي عبد الله ما عجبتهمش الفكره ديال الزواج. علاش؟ لانه ما كانوا كينتظروا امتى غادي توفى باش ياخذوا الارث. وكما هو معروف هذا السي عبد الله ما كانش كيولد مع الزوجه السابقه ديالو، وبالتالي كانوا متاكدين باللي الوفاه ديال عمهم هي فرصه للغنى. السي عبد الله كان واحد الانسان ميسور الحال، كانت عنده اراضي، ولكن كان كيعيش حياه بسيطه. لكن هاد ولاد الاخ ديالو كانوا كيفتعلوا ليه المشاكل مع الزوجه ديالو، وكانوا كيجتهدوا ويصرون على انهم يخليوه يشك في الزوجه ديالو، وبداو كيوصلوا ليه مجموعه من المساجات والرسائل اللي كيقولوا او تفيد باللي هاد الزوجه هذه راه كتخونك، راه عندها علاقات مع شباب ديال الدوار. وهنا استطاعوا يخليوا السي عبد الله يصدقهم، وبدا فعلا كيشك فيها، خصوصا لما بدات كتبان عليها علامات الحمل. علامات الحمل عندها فهم واحد بالنسبه للسي عبد الله، كيفاش هاد السيده حملات وهو عارف راسو بانه عقيم، وبدا كيشك فيها الى درجه انه دخل معها في نقاشات وغضبات هي، حتى قالت ليه ماشي مشكل اللي كتشك فيا ما يمكنش نستمر معاك. ولكن لانه هو انسان طيب قرر انه يخليها حتى تولد المولود ديالها، ومن بعد يسهل الله. وانتظر حتى جات لحظه الولاده وداها الاحسن مصحه في الدار البيضاء، وولدات المولود ديالها الذكر. وهنا غادي يمشي عند الطبيب المختص في التوليد وهضر معاه بشكل سري، قال لي انا كنشك بلي هذا المولود راه ولدي، واش يمكن لك دير لنا l'ADN. اتفق هو والطبيب وخداو عينات، خدا الطبيب عينات من عند الاب من عند السي عبد الله ومن عند المولود، وطلعات النتائج متطابقه. وهنا تاكد السي عبد الله باللي ديك الاخبار اللي كانت كتوصل ليه كامله كانت عباره عن مكائد كانوا كيصنعوها هذوك ولاد خوه غير بدافع الارث. وكان فرحان بزاف ذاك النهار وما قداته فرحه، مشى عند الزوجه ديالو وباس لها راسها وما عرفتش هي اشنو دار، خلى الامر سري بينه وبين راسه. ولكن من ديك اللحظه بدل التعامل ديالو معها. السي عبد الله لما تاكد باللي الابن ديالو 100% استحضر باللي ولاد خوه ما غاديش يخليوه مرتاح. مشى عنده واحد الصديق ديالو واستشار معاه، وعطاه الصديق ديالو واحد الفكره كانت فكره ممتازه. شنو هي هذه الفكره؟ قال لي غتمشي وغتبيع جميع الممتلكات ديالك وغتحول من هذيك القريه وغادي تهنى من هذه المكائد كامله. وداك الشيء اللي دار السي عبد الله، باع الاراضي اللي عنده كامله، باع الماشيه اللي عنده كامله، الابقار اللي كانوا عنده. كانت عنده واحد الارض قريبه للمدينه وكانت ارض ثمينه وجابت ليه واحد الثمن كبير بزاف، وخدا هذيك الاموال كامله ومشى للدار البيضاء وشرى مجموعه من العمارات، وغادي يشد هذوك العمارات ودوك الممتلكات اللي عنده وغادي يكتبهم في الاسم ديال الزوجه ديالو وديال الابن ديالو. خصوصا وان السيد تقدم في السن والاعمار بيد الله فعلا، ولكن كان لابد من الاحتياط. كتب ليها كل شيء في الاسم ديالها والاسم ديال الابن ديالهم. قال لها انت مازال صغيره ويمكن لي نعول عليك انك تسيري هذه الامور كامله وغتسيريهم على احسن وجه. وهنا غادي ياخذ واحد الشقه داخل واحد العماره من هذوك العمارات اللي عنده وغادي يفرشهم باحسن الفراش. جات عيشه وتعرف على الشقه ديالها، وهنا كانت الصدمه لانها اكتشفت باللي هذيك هي العماره اللي كانت كتخدم فيها عند السيده امينه. ولكن
السي عبد الله طمأنها باللي العمارة كاملة راه هي ديالها، وهاد الناس اللي فيها كلهم كارين عندها. هنا ارتاحت عيشة، وفي نفس الوقت حضراتها فكرة أنها ترد الانتقام. بعد ما دازت واحد الأسبوعين وهما ساكنين في هذيك الابارتمون، اتصلت بأحد الساكنة وخبرها باللي هاد السيدة أمينة كتزعجهم لأنها حولت هذيك الشقة ديالها إلى وكر للدعارة. استغلت عيشة هذه المعلومة واتصلت بالمحامي ديالهم اللي بدوره اتصل بهذه السيدة أمينة وحاول يفتح معها واحد الموضوع. ما تكلمش معها في هذه النقطة بشكل مباشر، وإنما تبين ليه باللي أصلا هذيك السيدة كيتسالوا فيها واحد العدد ديال الأشهر ديال الكرا اللي ما خلصاتهمش، وقال لها خصك تخلصي هذا الشيء لأن مول العمارة راه غادي يرفع بك دعوة. السيدة أمينة ونظرا لهذيك الوقاحة ديالها ما اهتمتش بالموضوع واستهزأت به، وقالت للمحامي أنا ما غادي نخلص والو ويديروا اللي بغاو. هنا المحامي غادي يدوز للخطة الثانية، غادي يمشي للعمارة ويتواصل مع الساكنة ديال العمارة وغيطلب منهم يوقعوا له واحد الشكاية اللي غيكتبها بشكل منظم، واللي المفاد ديالها أن هذه السيدة هذه حولت المنزل ديالها الى وكر للدعاره. وهنا غيتقدم الشكايه للسيد وكيل الملك اللي بدوره غادي يعطي تعليمات للضابطه القضائيه اللي غتوضع هذا المنزل هذا تحت المراقبه. وفعلا في حاله تلبس غيتم ضبط السيده امينه وداخل المنزل ديالها ناس كيقوموا بافعال لا اخلاقيه، وتم اقتيادهم كلهم لمركز الشرطه. هنا تفتح التحقيق مع هذوك الناس اللي تضبطوا في حاله تلبس، وبينوا للشرطه ان فعلا هذيك السيده امينه كتلعب دور الوساطه بينهم وبين هذوك الزبناء ديالها، وبالتالي الحجه ثابته على ان السيده امينه كتقوم بواحد العمل اللي هو لا اخلاقي. رئيس الشرطه او رئيس المفوضيه اتصل بصاحب العماره اللي كان هو السيده عائشه باش تحضر لعندهم، وفعلا لما حضرت السيده امينه لقات راسها وجها لوجه امام صاحبه العماره اللي ما كتعرفهاش هي اصلا. ولما مشات لعندها شافتها طلبت منها باش تنزل ليها على الشكايه، ولكن عائشه قالت لها واش ما عرفتينيش؟ قالت لها لا ما عرفتكش لالا. قالت لها واش شوفي فيا مزيان باش تعرفيني. وقربات عندها وما قدرتش تعرفها، ولكن عائشه ورات لها شكون هي. قربت عندها عائشه وحاولت تذكرها بشكون هي. قالت لها انا هي ديك الطفله اللي كانت خدامه عندك قبل واحد العدد من السنوات واللي كان في عمرها 10 سنين وما رحمتيهاش، وورات لها هذوك الجروح اللي عندها في يديها والحروق اللي كانت سببات لها فيهم ملي كانت كتعاقبها في الاخطاء اللي كانت كترتكب في الايام اللي كانت كتشتغل عندها. داكشي علاش ما سمحتش ليها عائشه وخلاتها امام القضاء اللي غادي يحكم عليها ب6 ديال الشهور السجن النافذه على هذيك الجريمه اللي ارتكبتها الاخلاقيه والافراغ وخرجتها من هذيك العماره. وهنا غتكون انتهت القصه. شكرا لكم على حسن المتابعه، والى اللقاء في حلقه اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.